لو عايزة بشرتك زي الإزاز وناعمة ونضرة ورايقة وصافية من غير أي منتجات ولا أي سيرم غالي، وكمان تتخلصي من أكسدة البشرة والتصبغات والبقع الغامقة وتقضي على الرؤوس السوداء والمسامات الواسعة في أسبوعين بس، تعالي أقولك هنعمل إيه وإيه اللي هيخلي بشرتنا بالشكل ده. وهو كريم البنجر المعجزة، القنبلة بمكوناته وفوائده الجبارة اللي هتقضي على كل مشاكل بشرتك حرفيا، لأنه بيحتوي على كميات ونسب عالية جدا من مضادات الأكسدة، واللي بتساعد على تصفية البشرة وبتمنع تكون البكتيريا على الجلد والخلايا. ده كمان بيخلص البشرة من السموم الموجودة عليها. ده غير ان البنجر بيحتوي على فيتامين ج اللي بيقضي على التصبغات وبيوحد لون البشرة. والمعروف طبعا عن فيتامين ج واهميته للجسم انه بيقضي على ظهور حب الشباب وبيخلصنا من البثور والرؤوس السوداء او اي جلد ميت على البشرة. ده غير انه بيشد البشرة وبيقضي على ظهور التجاعيد والخطوط الرفيعة، لان البنجر غني بعناصر قوية جدا ومهمة جدا للبشرة والجلد، زي الحديد والمغنيسيوم والزنك والفوسفور والفوليك اسيد والكالسيوم، كلها عناصر مهمة جدا ومفيدة للبشرة. اقولك ايه تاني عشان تقتنعي ان البنجر من افضل الاختيارات ليكي يا ست الستات؟ ده غير انه كمان مورد طبيعي وتنت طبيعي هيخلي الدمويه هتنط من وشك، وبديل للتنت الغالي الاوريجينال. يلا مستنيه ايه؟ قومي معايا نحضر وصفه كريم البنجر الجباره اللي هتخليكي ملكه وزي القمر وهتقضي على كل مشاكل بشرتك من غير ما نشتري اي منتجات او سيرم غالي، والحل في ايدينا. كل اللي هتعمليه هتجيبي وحدة بنجر بعد ما نغسلها كويس جدا ونقشرها، هنقطعها قطع صغيرة كده عشان طبعا تبقى سهلة الفرم معانا، ونحطها في الكبة وهنضيف عليها ربع كوباية مية مورد. والمعروف عن مية الورد ان هي مرطب قوي جدا للبشرة وتونر كويس جدا، وهنخلطها كويس جدا لحد ما تنعم وتبقى بالشكل ده، وهنصفيها طبعا من البشر بتاعها كويس جدا. واللي هيطلع منها بعد ما نصفيها مش هنرميه، هناخد طبعا البشر ده وننشفه في مكان فيه هواء وشمس ونسيبه لحد ما يجف وينشف، ونعمل بيه احلى بودرة بنجر ممكن تتخيلوها. بيتعمل ايه بيها بودرة البنجر؟ بيتعمل بيها التنت او المورد بتاع الشفايف والخدود، او طبعا اللي طبعا بنشتريه من بره، او كمان ممكن نعمل احلى مقشر ممكن تتخيلوه، بيزيل الجلد الميت وبيخلي البشرة ناعمة وصافية، بيعمل صنفرة عامة للجسم وبيفتح لون الجسم وبيديها كده ملمس حريري زي ما بيقولوا. بس خليني اقول لكم هنعمل التنت والمقشر بعد ما نخلص وصفتنا اللي هي كريم البنجر. وهناخد البنجر المعصور او خلاصة البنجر المعصور اللي احنا عصرناها بعد ما صفيناه كويس جدا، وهنضيف عليه معلقة من النشا. وطبعا كلنا عارفين ان النشا حلوة جدا في عملية التفتيح، ده غير ان بتقفل المسامات الواسعة وبتشد البشرة، ده غير انها بتدي برضو ملمس ناعم جدا. وهنقلب كويس جدا لحد ما يدوب النشا جوه عصير البنجر وزي ما انتوا شايفين كده. وهناخد مكونات الوصفة بتاعتنا وهنرفعها في حمام مية سخنة او على نار هادية جدا، والافضل هو حمام المية السخنة. واللي ما يعرفش يعني ايه حمام مية سخنة، هو بيكون عبارة عن طبق بنحط فيه كمية من المية المغلية ونحطه على النار، وبعد كده بنحط الطبق اللي فيه المكونات بتاعة الوصفة بتاعتنا جوه الطبق اللي موجود على النار، ونفضل نقلب ونستمر في التقليب لحد ما قوامها يتقل ويبقى كريمي زي ما انتوا شايفين كده، ونسيبها لحد ما تبرد. ونرجع نضيف على مكونات وصفتنا معلقة من جل الالوفيرا، وهتلاقيه متوافر في الصيدليات. ولو مش متوافر جل الالوفيرا تقدري تجيبي عادي جل الصبار الطبيعي لو متوافر عندك. وجل الصبار حلو جدا يا جماعه للوقايه من تاخر علامات تقدم السن، وبيشد التجاعيد وبيقضي على الحبوب واثارها تماما. ونقلب مكونات وصفتنا كويس جدا، يعني نخليها تندمج كده مع بعض، وهنضيف عليها معلقه كبيره من زيت بذور العنب. ويا سلام على جمال بذور العنب. والمعروف طبعا عن زيت بذور العنب ان هو مرطب قوي جدا للبشرة وحلو جدا وواقي من الشمس، وبيقضي على حب الشباب تماما، وبيمحي البثور والرؤوس السوداء، وبيوحد لون بشرتك وبيخليها ناعمة وطرية وكلها حنية. بجد يعني من افضل الزيوت للبشرة هو زيت بذور العنب. جربوه مش هتندموا يا جماعه. الوصفه دي وصفه هايله جدا يا جماعه، ومكوناتها هتخلي جسمك زي بشره البيبي بالظبط، ازاز
صدقوني يا جماعه جربوها ومش هتندموا، لانها كلها مكونات وعناصر فيها يعني ممتازه. ويلا نرجع لمكونات وصفتنا تاني. وبعد ما ضفنا طبعا المعلقه كبيره من جل الالوفيرا ومعلقه كبيره من زيت بذور العنب على البنجر، هنخلطهم كويس جدا لحد ما كل المكونات كده تندمج مع بعض كويس جدا، ويبقى قوامها ناعم جدا وكريمي زي ما انتم شايفين كده. وهنجيب برطمان زجاجي ونحط فيه مكونات وصفتنا، ومدة صلاحية وصفتنا دي 15 يوم، وبتاخد لحد 20 يوم بحد اقصى، ولكن ما نزيدش عن المدة دي، عشان طبعا كل ما كانت فريش كل ما كانت احسن. ويا ريت طبعا نعمل كميه قليله، يعني واحده بنجر بس مش اكتر، هتاخد معانا وقت زي ما قلت لكم من 15 ل 20 يوم، ونحتفظ بيها في التلاجة، وهنستخدمه بس مره يوميا قبل النوم، وهنداوم على استخدامه عشان طبعا ناخد احسن نتيجه ويدينا بشره ناعمه ونضره زي الازاز وخاليه من العيوب والشوائب، وهتخلي جسمك ناعم وابيض زي الحرير، وهتخلي وشك زي البدر كده في تمامه. تعالوا بقى اقول لكم هنعمل احلى سكراب ازاي ببشر البنجر اللي طلع بعد ما عصرناه. هناخد طبعا البشر اللي طلع ونجففه في الشمس، وهياخد وقت معانا من يومين ل4 ايام عشان طبعا يجف وينشف قوي. وبعد ما يجف هناخد البنجر المجفف ده ونطحنه في مطحنة الخلاط او في الهون عادي جدا، اللي هو الهون بتاعنا، وهيبقى كده زي البودر. وطبعا هتجيبي منخل وتنخليه، وهتاخدي منه معلقه كبيره من طبعا بودر البنجر، هيبقى شكله كده حلو ولونه احمر زي ما انتم شايفينه كده. وهتحطي عليه معلقتين كبار من اي كريم مرطب انت بتفضليه او اي لوشن انت بتستخدميه، وتعملي احلى اسكراب هيزيل الجلد المائد وهيخلي بشرتك ناعمه وصافيه ورطبه. وتدوري على الاماكن الغامقه زي اللي تبقى مكان العقل، في الكوع، في الركب، وتفركي يعني تحطي في الاماكن الغامقه دي وتقعدي تفركي كده بحركات دائريه، كل الجلد الميت هينزل من على طبعا جسمك، وهتشوفي بقى نضاره ونعومه ولا احلى من كده. تعالوا بقى نعمل التنت او المورد الطبيعي بالبودره بتاعه البنجر، وبديل التنت الاوريجينال اللي كلنا بنشتريه من بره. كل اللي هنعمله هنحط معلقه كبيره من بودره البنجر اللي احنا عملناها، وهنضيف عليها 50 ملي من الميه المقطره، وهنلاقيها متوفره في الصيدليات. وممكن نستخدم بديل الميه المقطره ميه من الفلتر عادي جدا، ولكن الافضل ان احنا نستخدم الميه المقطره عشان عمر التنت وصلاحيته تبقى اطول. وبكده يبقى عملتي احسن مورد للخدود والشفايف طبيعي 100% من غير اي مواد كيميائيه وسهل وبسيط. ومن وحدة بنجر بس عملنا 3 انواع من مستحضرات التجميل. عملنا كريم غني بالفيتامينات ومضادات الاكسده اللي بتحافظ على بشرتك وبتمد في جمال وشباب بشرتك، وعملنا المقشر القوي اللي بيزيل الجلد الميت وبيخلي بشرتك ناعمه جدا زي بشره الاطفال. ده غير كمان ان بيفتح الاماكن الغامقه وبيفتح الجسم كله كده، وبيخليكي كده بيضه على كده محمره شويه كده، بس حمار كانه طبيعي. وعملنا طبعا النوع الثالث اللي هو مورد الخدود والشفايف، واللي بيطلق عليه التنت، وكفايه انه طبيعي 100% واقتصادي واي حد ممكن يعمله وكله في متناول الايد. وبكده الفيديو بتاعنا يكون خلص، اتمنى ان يكون نال اعجابكم، وما تنسونيش في اللايك والشير وتشتركوا معايا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. دمتم في سعاده وخير وامان.